بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، كاين واحد القصة والله أردت أن أشاركها معكم. هذه أخت فتاة ربي يثبتها إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يحفظها. هي طلبت مني أن أذكر هذا الأمر. هذه الأخت باش تكون عبرة هذه القصة. هذه الأخت هذه الفاضلة تقول: شيخ، أنا نشأت في بيئة بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام. نشأت في بيئة ما عندهاش علاقة بالدين. قالت إلى درجة أن أبي وأعمامي كانوا يشربون الخمر على المائدة، يعني في آطاب، الشراب في الدار آطاب العادي، عايشين تربية غربية. تقول والأب تاعها ما كانش يحاسبهم، يعني هي والأخوات تاعها يعني عندهم علاقة محرمة أو لا، عادي، تربية غربية. تقول الحمد لله أنا قريت ومن بعد انتقلت إلى العاصمة وأكملت دراستها. كي جات العاصمة وأكملت دراستها تقول: بحكم أني ما تربيتش على تعاليم الدين وأنا فتاة ربي رزقني قدر من الجمال. قالت: كانت عندي علاقات محرمة كثيرة جدا، وغير مع الأثرياء. يعني قالت: كانوا يغدقون علي بالأموال والسيارات، يعني كانت عايشة كل شيء. زيد فوق ذلك هي كملت الدراسة تاعها وكان لها منصب مرموق، يعني عندها منصب عمل، يعني ما شاء الله، يعني أجرتها ما شاء الله، يعني حالتها المادية ما نقولوش حسنة بل جيدة فما فوق. وكانت يعني تغدق على أهلها بالأموال وكذا. تقول: عشت هكذا سنوات وأنا في هذه الطريقة هذه. قالت: لكن لم أجد في حياتي السعادة. قالت: اكتشفت أنه هذا الرجال اللي عندهم هذا الفيس تاع النساء، قالت ذئاب بشرية، همهم الوحيد هو كيف يشبعون غرزاتهم شهواتهم، وهمهم الأكبر هو جسد المرأة. هكذا قالت مع الأيام غادي غير نكتشف. قالت: كنت على بالي بصح حتى لو كان يبذلون المال يديروا كلش، المهم يصلون إلى تلك الضحية. تقول: الحمد لله ربي أراد أن يشرح صدرها. قالت: مرة خرج لي مقطع تاع فيديو تاع الحجاب، وهي لا علاقة بالحجاب أصلا ولا في دارهم. قالت: عجبتها كلمة قلتها أنا، قلت: لماذا الله عز وجل أمر المرأة في الإسلام أن ترتدي الحجاب؟ علاه؟ قلت لهم: لأن المرأة غالية في الإسلام، والشيء الغالي عند أصحاب الفطر السليمة، الحاجة كي تكون غالية لازم نغطوها باش نحافظوا عليها كامل. كي تكون عندنا حاجة غالية نغبوها. قلنا لما كانت المرأة بهذه المكانة في الإسلام أمر الله عز وجل أن تغطي نفسها. قالت: سبحان الله. قالت: صح. ملتم هذه الكلمات كانت سببا في انشراح صدرها، وبدأت تداوم على سماع المقاطع حتى شرح الله صدرها للتوبة. تقول هي تحكي، تقول: ارتديت الحجاب الشرعي ما شاء الله، ورجعت لأهلي وقطعت كل تلك الرفقة السيئة كامل، قطعتها ما حتى علاقة. غيرت الهاتف، غيرت الشريحة، غيرت كلش، وراحت لدارهم. وجدت صعوبات كبيرة جدا، بحكم أن بيتهم ما يعرفوش هذا اللباس وما عندهمش علاقة كامل بهذا اللباس. قالت: فضحيت والتحقت بمدرسة قرآنية وبدأت تحفظ قرآن وحافظت على المنصب العمل تاعها، يعني ماديا كافية روحها والحمد لله. قالت: والله يا شيخ كأني ولدت من جديد. قالت: الانشراح اللي نحسو دوك والسعادة وراحة البال والطمأنينة اللي راني عايشت هذوك لا تقدر بثمن، رغم أنه كانوا عندي أموال ماشي كيما الآن، أنا عندها غير الشهرية تاعها. قالت: ولكن لم أجد في حياتي السعادة التي وجدتها لما عرفت الطريق إلى الله، لما عرفت الطريق الذي أوصلني إلى الله عز وجل. قالت لي: حبيت هذه الرسالة تاعي شيخ توصلها البنات الآن، إياهم أن يغروهم بالمال وكذا، لأنه علاش أغلى ما تملك المرأة في حياتها هو شرفها، هو عرضها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات دون عرضه فهو شهيد. فالعرض في الإسلام غالي، والحياة بقرب ربنا الرحمن حياتها هائلة، حياة الطمأنينة، حياة الراحة. فرسالة إلى كل أخت تسمعني، إلى كل أخ، فرصة لكي نرجع إلى الله عز وجل. واحذروا ثم احذروا الذئاب البشرية وقطاع الطرق، ما كاش حياة مثل حياة القرآن والقرب من ربنا الواحد الديان. بارك الله فيكم إخواني، جزاكم الله خيرا، صح فطوركم، والسلام عليكم.